العميد المهندس أحمد حمدي ولد عام 1929 في 20 مايو، وتوفى عام 1973 في 14 أكتوبر. تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الميكانيك. التحق بالقوات الجوية المصرية عام 1951، ثم نقل إلى سلاح المهندسين عام 1954. سافر إلى الاتحاد السوفيتي، حيث حصل على دورة القادة والأركان من أكاديمية فرونز العسكرية العليا. في حرب 1956 العدوان الثلاثي أطلق عليه لقب اليد النقية، لأنه أبطل آلاف الألغام قبل انفجارها. فجر بنفسه كوبري الفردان حتى لا يتمكن الإسرائيليون من المرور عليه. أقام نقاط للمراقبة على أبراج حديدية على الشاطئ الغربي للقناة بين الأشجار لمراقبة تحركات الإسرائيليين، حيث لم تكن هناك سواتر ترابية أو أي وسيلة للمراقبة، واختار مواقع الأبراج بنفسه. تولى قيادة لواء المهندسين المخصص لتنفيذ الأعمال الهندسية بالجيش الثاني، وحيث كان اللواء هو أساس حرب أكتوبر 1973. في عام 1971 كلف بتشكيل وإعداد لواء كباري جديد كامل، والذي تم تخصيصه لتأمين عبور الجيش الثالث الميداني، وساهم في تطوير الكباري الروسية الصنع لتلائم ظروف قناة السويس. أسهم بنصيب كبير في إيجاد حل للساتر الترابي، حيث قام بإجراء تجارب ميدانية على سواتر ترابية أقيمت للتدريب، الأمر الذي ساهم في التوصل إلى الحل الذي استخدم في عام 1973. أصيب أثناء العبور، حيث أنقذ أحد الجسور وأصيب بشظية وتوفى على إثرها. كرمته مصر بمنحه وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى، وهو أعلى وسام عسكري مصري. كما اختير يوم وفاته ليكون يوم المهندس، وافتتح الرئيس الراحل أنور السادات النفق الذي يربط بين سيناء بأرض مصر، وأطلق عليه اسمه نفق الشهيد أحمد حمدي رحمه الله تعالى.